السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المسلسل الشيق بحر الظلام. في البداية مع أميرة اللي قالت لفيصل: أنا راه متأكدة بأنك أنت اللي خطفتي غايت. يعلم الله أشنو هاد الأفعال الموسخة اللي كتخطط ليها. شنق عليها قال لها: فين هو ولدي؟ فين هو غايت؟ يلا تكلمي. قالت لي: راه ضايع وكلهم كيقلبوا عليه. وهز عكازو وخرج، تلاقى مع سحر حدا الباب، قال لها: دخلي للدار وعندك تخرجي. ومن بعد بينو مصطفى وخوتو رجعوا للدار. مصطفى سولهم واش رجع غايت، قال لي اسيا لا، غايقول لهم الشيخ عثمان بلا ما تهزوهم، ان شاء الله دابا يرجع. مصطفى طلب من فاتح يوصل الشيخ عثمان لدارو، قال لي: لا انا غنبقى هنا حتى نطمئن على غايت. قال لي: واخا عمي كيف ما بغيتي. فهاد الاثناء سمعوا الدقان وفيصل كيعيط ليهم. خرجوا لعندو كلهم، غايقول لهم: فين هو ولدي؟ قال لي مصطفى: كيفاش فين هو ولدك؟ بلا ما تعصبني والا غنقتلك وندفنك هنا. قال لي فيصل: الا مسيتي شعره من ولدي غنحرق هاد الدار كلها. مراد غايقول لمصطفى: خلينا اخويا نقتلو. وحتى فاتح بغى يضربو، غايقول لهم: نتوما كلكم ما تقدروا ديروا لي حتى حاجه. قال لي مصطفى: راه قلت لك بانني معصب، راه عندنا ولد ضايع. قال لي: داك الولد راه ولدي. غتقول لي اسيا: اشنو ولدك؟ واش عمر داك الولد عيط ليك بكلمة بابا؟ انت راه ما يليقش ليك تكون اب حتى اللعبة. كون كنتي اب بصح غتنسى المشاكل اللي بيناتنا وغتمشي تقلب على ولدك وما ترتاح حتى تلاقاه. ولكن انت ماشي اب، ودابا خرج علينا. يلا خرج، اشنو كتسنى؟ غيقول لهم: غتدفعوا الثمن ديال هذا الشيء كلكم واحد بواحد. قال لي مصطفى: غتلقى انا هنا واللي قدرتي عليه ديرو وقت ما بغيتي. فهاد المشهد الطبيب فحص غايت، غيسولو فكرات اشنو بيه. قال لي: مجرد ارهاق، غينعس وفي الصباح غيفيق بخير. وغايت غير كيعيط بابا. وفي نفس الوقت بينو طاهر باقي كيقلب عليه في الغابة. كنتقلو عند سحار اللي اتصلت بمراد وسولاتو واش كاينين شي اخبار جديده على غايت. سولها كيفاش عرفت على الموضوع، قالت لي: ماشي مهم، المهم دابا هو واش كاينين شي اخبار جديده عليه. قال لها: لا والو. قالت لي: الا عرفتو شي حاجه اتصل بيا. وقطعت عليه. غتقول لها اميره: ما كاين حتى واحد كيبغيك بحالو. سولتها: شكون؟ قالت لها: مراد. حاولي تلاقي اي طريقه باش تخرجي من هنا. انتي راه ما عارفاش داكشي اللي دار فيا فيصل. نساي هاد الهضره ماشي مهمه دابا، المهم انك تخرجي من هنا بالزربه. فيصل راه احقر شخص ممكن تشوفيه في حياتك. ما ديريش في مراد وفي راسك هاد الحاله. قالت لها: هاد الموضوع نسيتو من شحال هادي. قال لها: ماشي بصح، انا عارفه بانك انت ومراد ما نسيتوش بعضياتكم. ملي الشخص كيكون كيبغيك ما خصكيش تخلى عليه وما تخليهش يضيع منك. انا غنعطيك دابا الرقم ديالي، وإلا عرفتي شي خبر على غيت اتصلي بيا، وحتى انا الا عرفت شي خبر عليه غنتصل بيك. قالت لها: صافي واخا. فهاد المشهد بينو فكرات متكي حدا غيت وكيشوف فيه. فهاد اللحظه سمع الصوت ديال فيصل كيقول لواحد من الرجال ديالو: خاصني ضروري نشوف فكرات. قال ليه: لا ما يمكنش تشوفو، الله يخليك خرج على برا. فيصل جبد السلاح ديالو عليه، هو انت حط عليه السلاح. واحد من الرجال ديال فكرات على راسو. غيقول لهم فيصل: اشنو هادشي اللي واقع؟ فهاد الاثناء هبط عندهم فكرات. قال لي: حتى انا كنت غنسولك نفس السؤال، كيفاش قدرتي تتجرأ تهز السلاح ديالك في وسط داري؟ قال لي: انا بغيت نشوفك وهو كيقول لي ممنوع. قال لي: معناتو كاين شي سبب علاش قال ديك الهضره؟ قال لي: المعلم ولدي راه ضايع مني. قال لي: وكتقلب عليه عندي، راه هو الفوق ناعس، خودو وديه. قال لي: راه انت اللي وعدتيني انك غتساعدني. قال لي: انا كنت دائما كنعاونك، ولكن انت راه تجاوزتي الحدود ديالك.
انا حتى متى غنبقى نعاونك، لانك تقدر دير اي غلطه وغنقول صافي حتى لهنا وبركه، وديك الساعه غتكون بوحدك. ودابا سير قلب على ولدك. قال لي هادشي كيعني انك ما بغيتيش تعاونني. قال لي فاش بغيتيني نعاونك؟ واش بغيتيني نخرج في هاد الليل نقلب معاك؟ انت طلقتي الرصاص بالغلط على المراه اللي كتبغيها، وانا قتلت المراه اللي كنبغيها، ولكن ما كانتش غلطه، انا كنت قاصد نقتلها. ومن بعد اكتشفت ان الحب ديالي ليها حب حقيقي، ولكن انت لا. يلا خرج قلب على ولدك. الا بغيتي تعرف اشنو المعنى ديال انك تقلب على ولدك، حتى شي نهار ونعاود ليك. فيصل قام داها فيه وهو انت خرج. فكرة طلع عند غيت وهو انت فيق، وبدا كيغوت وكيعيط على ماماه. غيقول لي فكرة الابطال ما كيخافوش. قال لي اكيد انا راه ما خايفش. قال لي اسمعني مزيان، انت سميتك غيت ياك؟ قال لي قال لي حنا تلاقيناك في الغابه، اشنو كنتي كدير تما؟ قال لي كنت ضايع. قال لي واش باقي عاقل على داركم؟ وسميت ماماك وسميت باباك؟ قال لي ماما سميتها نفس كليلي. قال لي وباباك هو انت حدا راسو. فكرة كيهضر غير بوحدو، كيقول انت من شحال هادي مضيع ولدك فيصل. وقال لغيت انت من عائلة كليلي ياك؟ انا غنديك عندهم. انا دابا عارف اشنو هي سميتك، ولكن انت ما عرفتيش اشنو سميتي. قال لي لا. قال لي سميتي فكرات، وبقى عيط ليا عمي فكرات وسلم معاه. قال لي واش انت متاكد بانك غتاخدني عند ماما؟ قال لي اكيد اولي. بغيت نسولك واش فيك الجوع؟ غيت حدار راسو. قال لي دابا انا غنعيط لماماك وانت رجع نعس شويه، واش اتفقنا؟ قال لي وفي نفس الوقت بينو طاهر باقي كيقلب على غيت في الغابه. فهاد اللحظه صونا ليه التليفون، جاوب قال شكون معايا؟ قال ليه انا فكرات. غيت راه عندي في الدار، خوك مصطفى راه عرفني عليك داك النهار. قال لي واش هو بخير؟ قال لي بخير، غنعطيك العنوان وجديه. في مشهد اخر بينو فيصل وصل للدار، سولو سحار واش كاين شي خبر جديد على غيت؟ قال لي لا. انتي فرحانه دابا ياك؟ فرحانه تشوفيني وانا ضعيف، باينه شمتانه فيا وكتقولي كيستحق هادشي اللي وقع ليه. كون كنتي قادره كون ضحكتي وتسمع صوتك لاخر الدنيا. انتي بغيتي تنتقمي مني من بعد داكشي اللي درت فيك. وخدم نفس الاغنيه اللي خدمها مني ضربها. سحار دارت ومدات لي دارها، قالت لي يلا ضرب. اشنو كتسنى باش نشوفو شكون اللي مسكين فينا؟ ايوا يلا ضرب، حالتك صعيبه دابا، رجلك مضروبه، ولدك ضايع، نفس خسرتيها، انت دائما خاسره فيصل. يلا ضربني، وريني القوه ديالك. اكيد انا فرحانه لانك كتعذب ومتوتر، ولكن ماشي لان غيت ضايع، لانه مسكين باقي صغير وما عنده حتى دخل في هاد اللعبه ديال الكبار. ان شاء الله دابا يرجع للحضن ديال ماماه وغيحضنها بكل قوه، وغيحضن حتى طاهر، ولكن انت غتفرج عليهم من بعيد وما تقدرش تقرب ليهم. يلا ضرب، اشنو كتسنى؟ في مشهد اخر بينو مرجانه غير كتبكي وكتشوف في رجليها، وكتخيل سحر كتقول لها يلا نوضي. كنرجعوا لفيصل اللي شحال هو كيشوف سحر ومشى. فهاد اللحظه صونا ليها مراد، سولاتو واش كاين شي جديد؟ قال لها اتصل بينا طاهر وقال لنا بانه تلقى غيت. قالت لي شكرا لانك قلتيها ليا وقطعت معاه، واتصلت باميره وقالتها ليها. في هذا المشهد بينو طاهر وصل عند فكرة، قال لي فين هو؟ قال لي راه كاين لداخل، هو راه بخير. دخل عنده وعنقو وغير كيبوس فيه. غيقول لي فكرات كنت في السوق وسمعت بانه ضايع وقلت نعاونكم شويه، وقلبت عليه انا والشباب في الغابه وتلاقيناه. طاهر غيقول لغيت واش انت بخير البطل ديالي؟ قال لي انا بخير، غير جاني البرد شويه.
توحشت ماما بزاف. قال لي غناخدك دابا عندها. انت ما بيك والو ياك؟ قال لي لا ما بيا والو. غايقول لي فكرات راه جبت ليه الطبيب وفحصو هو راه ما بيه حتى حاجه. طاهر غايقول لغيت ماماك ملي عرفت بانك ضايع مرضات شويه، داكشي علاش ديتها عند الطبيب، ولكن دابا ملي غتشوفك غتولي بخير. وشكر فكرات ومشاو. دا عند مول المستشفى قالها شوفي شكون اللي جبت ليك. غايت غايقول لماماه واش ما بغيتيش تفيقين؟ ايوا انا جيت واش غتبقي ناعسه؟ وبس ليها يديها وسول طاهر علاش هي ما بغاش تفيق. قال لي هي ملي عرفت بانك ضايع تقلقت بزاف والطبيب ضرب ليها واحد البرا باش تهدن. غايت تكا حداها وعنقها. وفي الصباح الشيخ عثمان قال سميه الحمد لله على السلامه، حفيدك راه رجع. قالت لي هذاك ماشي حفيدي. غايقولها مراد ايوا بركه ماما على الهضره. نفاس ملي ضربات بالرصاص ختمتي القران كله، وحتى غيت ملي ضاع ختمتي القران. قالت لهم دابا المراه راه ولات بخير والولد رجع مع امو، وحتى حنا خاصنا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. وشحال وهي كتنقر عليهم ومشات. اسيه غتسول مصطفى شكون هو هاد فكرات؟ قال لي هذا الراجل غريب ما كنفهموش. قالت لي وهذا الغريب كيفاش قدر يتلاقى غيت؟ قال لها ما عرفتش، المهم انه تلاقاه الله يكتر خيره. كنتقلوا عند فيصل اللي دخل عند سحر. قال لها من اليوم خاصك تردي البال لهضرتك معايا وما تعتبريش نفسك قويه. قالت لي واخا اتفقنا، انت قلتي لي بانك غدي مرجانه عند شي طبيب. قال لها البنت القويه جايه كترجاني على قبل اختها. قالت لي امي راه شافت ظهري والضرب اللي فيه بالصدفه، يعني لعبه المتزوجين ما غاديش نلعبوها مازال، ولكن انا سديت مع هذا الموضوع لانك وعدتيني بانك غداوي اختي مرجانه. قال لها واش بصح رقيه شافتك؟ اذا خاصني نخاف دابا. غتقول ليه واش غتعاون اختي ولا لا؟ قال لها اختك ما كتهمنيش. فهاد اللحظه اتصل بيه فكرات. قال ليه راه تلقيت لك غيت. قال لي امتى وكيفاش وفين هو دابا؟ قال ليه رجعته للبلاصه اللي كان فيها. فيصل تعصب وهو انتقطع عليه. فهاد المشهد بينو طاهر جايب نفس وولدها للدار. قال لها سمعتي شنو قال الطبيب؟ خاصك ترتاحي. وكيهضر غير بوحدو كيقول الله يخليكم ليا. وصلوا للدار وكلهم كانوا فرحانين وقالوا لها الحمد لله على السلامه هي وغيت. فهاد اللحظه وصل عندهم فيصل، غير شافوا غيت ومشى كيجري عند طاهر وعنقو. غايقول لي طاهر سير من هنا. قال ليه انا ما جيتش لهنا باش نضارب معاك، جيت باش نشوف ولدي. قال لي طاهر لاخر مره غنحضرك بعد على عائلتي وما تبقاش تجي لهنا. سميه خدات غيت ودخلات. فيصل غيقول طاهر اشنو ممكن دير كاع مثلا تحطني في صندوق ودفني وانا حي؟ لا هادي فايت لك درتيها. انا قلت لك من قبل بانك جبان، ولكن الصراحه طلعتي مجنون وكدير اي حاجه باش توصل للهدف ديالك. قال لي قلت لك سير من هنا وما تخلينيش نغلط، انا ما باغيش ناديك. نفاس غتقول فيصل انت ملي طلقتي عليا رصاص كنتي مخبي، الراجل الحقيقي هو اللي كيواجه العدو ديالو. قال لها ولكن انتي ماشي هي العدوه ديالي، انا ما كنتش قاصدك انتي. قال لي طاهر هاد الهضره كلنا كنا عارفينها، كنتي بغيت تقتلني انا وتلصقها في واحد من الرجال ديالك وتالي على الموضوع. غتقول لي نفاس انا فرحت بزاف لان طاهر موسخش يديه بيك، لانك موسخ وطاهر ما كيستاهلش انه يكون قتال. انت جاي باش تشوف ولدك ولكن هو راه ما بغاكش. واش شفتي كيفاش هرب منك حتى لهنا وبركه؟ واش ما رديتيش البال انا راه وليت كنشوف ليك في عينيك؟ كنت كنخاف منهم ولكن دابا كنشوف فيهم بكل جرأة وما خايفاش منك لانني كنشوف قدامي واحد عاجز ومسكين وحتى عائلته كيكرهوه وكيحاول يدمر كل شيء، ولكن ما غاديش تقدر تدمر زواجي بطاهر لان انا اقوى منك. وبصفتي نفس كليلي كنقول لك خرج من هنا. غايقول لي طاهر كلامها راه واضح، يلا خرج من هنا.
قال لهم انا جيت هنا باش نشوف ولدي وراني شفتو، غنمشي دابا ولكن من بعد غنتواجهو. وركب طوموبيلتو وزاد. طاهر غيقول لنفس ما بقيتيش ساهله، وليتي لبؤه حقيقيه.